وهذه هي النتيجه النهائيه ديال لو كيك بانان وسيترون. سلام، كنتمنى هذا الفيديو تلقاكم على خير. واليوم غادي نخدموا مع بعضياتنا واحد لو كيك سبيسيال بالبنان والقشور ديال الحامض. يلا باش نبداو. اول حاجه غادي نبداو بها هي لا ماس جيلاتين. باش نحصلوا على 50 غرام دو ماس دو جيلاتين غادي ناخذوا 4 غرام ديال بودر جيلاتين وغادي نزيدوا عليها 47 غرام ديال الماء. الماء اللي خدمت به هنايا راه ما بارد. غادي نحركها مزيان، غادي ندخلها للثلاجه ونخليها تفاعل لمده ديال 10 دقائق. ودابا غادي ندوزو باش نصاوبوا لو كراميل. على نار متوسطه غادي نصاوبوا كراميل سيك، نتسناو حتى يذوب لينا السكر. عاد غادي نزيدو لا كريم فريش، الوغ غادي نحاول ندير طبقه. ملي تبدا تذوب عاد غادي نزيد عليها. هنايا خدمنا ب 100 غرام ديال السكر وغادي نزيدو عليها 150 غرام ديال لا كريم فريش سخونه. نبقاو غاديين مع هذا السكر بشويه بشويه حتى يوجد. هانتوما كما كيبان لكم هنا ها هو السكر، شفتوه بدا كيذوب. غادي نعاود فوق منه طبقه واحده اخرى ديال السكر بحال هكا باش السكر كيذوب السكر. وبنفس الطريقه حتى غادي نساليو لا كونتيتي ديال 100 غرام اللي عندنا هنايا في هذا الكاس. كما قلنا نار متوسطه، ما تكونش مجهده. الا كانت نار مجهده غادي تحرق لينا السكر. هانتوما غادي يبان لكم هنايا، شفتوا ها هو راه بدا كيذوب مزيان. فوالا ها هو لو كراميل سيك ديالنا بريسك وجد. في هذه المرحله غادي نزيد لا كريم فريش سخونه ونرد بالي غير بشويه باش ما تطلعش عليا ديك لا فابور تمشي تحرقني. نبقى نحرك حتى يرجع يذوب السكر كامل. واخا يبان لكم السكر تلبد بحال هكا ما يخليكمش. نحركو مزيان. كما قلنا خاصنا نحركو مزيان حتى يبان لينا لو سكر رجع داب، باش يبقى لنا هكا دي مورسو.
غادي نطفي على العافيه وغادي نزيد 100 غرام شكلاط كحل و100 غرام شكلاط بيض ونحرك. وهادشي كما قلنا على نار طافيه. غادي ندوزو نخدمو بلا ماريز. هنايا خديت 600 غرام ديال البنان، زدت عليه 5 غرام قشور الحامض، غادي نزيد عليه لو كراميل مع لو شوكولا اللي قادينا دابا. غادي نميكسيوهم وغادي نضيفوا ليه لا ماس جيلاتين اللي صاوبنا في الاول. وبهكذا غادي نكونوا وجدنا غاناش بانان وزيست دو سيترون اولا بقشور الحامض مع دو شوكولا بلون شوكولا نوار. غادي ندوزو باش نوجدوا لو كيك. غادي نخليوه باش يرتاح في الثلاجه. نورمالمون هذا راه كيدوز ليله كامله قبل ما نخدموا به. غادي نحطو باش يرتاح في الثلاجه، ملي يطيب لو كيك عاد غادي نخدموا به. دابا غادي ندوزو باش نصاوبو لو كيك. لو كيك غادي نحتاجو فيه 170 غرام ديال الزبده حيوانيه نوعيه ممتازه على حراره المطبخ، رشيشه ديال الملح، ميتين غرام سكر حبيبات، قشور الحامض، البيض 4 ديال البيضات، قشور الحامض قشور حامضه وحده، ميتين وربعين دقيق. غادي نردوهم باش يتخلطوا في العجانه. وغادي نزيدو 350 غرام ديال البنان. تنخليو هادشي يتخلط عاد ندوزو للبنان. ملي تخلطوا المكونات مع بعضياتهم مزيان في هذه المرحله غادي نزيد كما قلنا البنان ولا معجون البنان. شديتهم ومزجتهم بفورشيط ونعاود نردهم يزيدو يتخلطوا. دابا في هذه المرحله ملي تخلط كلشي غادي ندوز باش ندهن المول بالزبده والدقيق، وغادي نشعل الفران باش يسخن على درجه 170 على ما نعمروه بالخليط وندخلوه باش يطيب. وفي الاخير غادي نزيد جوج ساشيات ديال خميره د الحلوه. غنحركو مزيان باش غادي ندوز نحط الخليط في البوش ونبوشيه في المول اللي كما قلت لكم غلفتو دهنتو بالزبده والدقيق.
دونك بسم الله غادي نبدا نعمر لو مول. الوغ غادي نعمرو هاد الحد، غادي ندير بابي كويسون ونسد بحال هكدا. خدمنا الفران على درجه 170، خليناه كيسخن 5 دقائق قبل. غادي ندخلو باش يطيب ما بين 35 حتى ل 40 دقيقه ونرجع. هنايا خديت ذوبت الشكلاط بالحليب 125 غرام، زدت عليه 30 غرام ديال زيت المائده، وخديت 50 غرام ديال اللوز كونكاسي طوريفيي، شديتو حمرتو حتى هو. غادي نزيدو على هاد لو كلاصاج غورما. غنخلط كلشي مع بعضياتو مزيان. وغادي ندوزو باش نكلاصيو لو غاتو. عندي ان دوزيام كلاصاج غورمون شوكولا بلون، راه ديجا خدمنا به في لو كيك ماربري، هو اللي غنخدم به حتى هويا باش نزيدوه في لا ديكوراسيون. الوغ كيما قلنا البارح، لا غاناش راها باتت ليله كامله. لو غاتو حتى هو فاش طاب على درجه 170 لمده ديال 40 دقيقه، ما بين 35 و 40 دقيقه، حتى هو حطيته في الفريغو. لو دوزيام جور شديت لا غاناش ودرتها في البوش و جي فوري لو غاتو من الداخل وخليته دوز ليله كامله في الفريغو قبل ما غادي ندوزو باش نكلاصيوه. بسم الله. نحاول نهبط لو كلاصاج على الجناب، ناخذ لو كلاصاج بلون وهذه هي النتيجه النهائيه ديال لو كيك بانان وسيترون فوري بالغاناش وبصحه والراحه. وهذه كانت الوصفه ديال اليوم، كنتمنىها تكون عجبتكم. ما تبخلوش علينا بالضغط على زر جيم ابوني، بارطاج، كومونتير، وحتى نتلاقاو.